تخزين الغلة من السنة للسنة بطريقة صحية وآمنة وبدون أي ضرر نهائي ولا مواد كيماوية. معايا البرميل بتاعي سواء كان صاج أو بلاستيك، هفرشه كده حاجة في القعر من تحت، وارش فيه رشة ملح. ممكن تستبعدي وتحطي طبقة من الغلة وتقومي رشة من الملح، طبعا الملح الخشن، وعليه 3 4 فصوص من الثوم، وتنزلي بقى ايه بشوية من الغلة. يعني لو هتحطي مثلا شكارتين أو 3 في البرميل، هتنزلي بكل نص شكارة وتحطي رشة من الملح مع 3 4 فصوص من الثوم. يعني الطريقة ديت آمنة جدا وصحية بقى، ولا حبوب ولا بودرة ولا أي مواد سامة. هتعيش معاكي بدل السنة سنتين طبعا. يعني هتبقي يعني ايه مطمنة كده وانت بتفرزيها بتخزنيها بصراحة. وزي ما قلت لك كل طبقة كده رشة من الملح مع 3 4 فصوص توم. يعني البرميل ده أخد معايا 3 روس من التوم وتقريبا كيلو ملح خشن. وجيت في الآخر كده